كريم، يحدثكم شاب جاءكم من الجزائر من قلعة الثوار وقبلة الأحرار، أحمل بين يدي ترسانة من القرارات والتوصيات والآراء الاستشارية التي وضعت أركانها وحددت مضامينها تحت قبة بيت الإنسانية هذا منذ ما يزيد عن 5 عقود من الزمن، والتي تؤسس كلها قانونا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الغير القابل للتصرف ولا للتقادم. شعب كافح وناضل منذ ستينيات القرن المنصرم لينال استقلاله من المحتل الإسباني، ليجد نفسه فجأة أمام احتلال مغربي يدعي فيه هذا الأخير بسيادة مزعومة على أراضي دولة قائمة بجميع عناصرها وأركانها. الحضور الكريم، أرافع أمامكم اليوم باسم القانون الدولي وباسم الضمير الإنساني وباسم العدالة وباسم الشعوب المتطلعة للحرية لأذكر العالم بوضع قانوني يحاول الاحتلال المغربي الالتفاف عليه وعلى المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال سعيه المفضوح لرسم واقع ليس له أي أساس قانوني أو سياسي أو حتى اجتماعي وثقافي، بإيعاز من جهات معروف عليها المتاجرة بالمواقف والتلاعب بها لأجل أهداف خبيثة. ولكن هيهات هيهات، إن للقانون الدولي وجه واحد ولا حل للشعب الصحراوي إلا في كنفه، والمتمثل في استفتاء تقرير المصير، وعابث من يبحث عن مخرج آخر غير هذا. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إننا نعيش اليوم بحق أزمة قيم ساهمت في بلورتها دول لا زالت لم تتخلص بعد من ماضيها الاستعماري الأسود، وذلك بمنحها صكوك الاعتراف الوهمي لمن يقاسمها هذا التوجه الاستعماري. ولكم أن تروا اليوم كيف أن الاستعمار القديم يتماهى مع الاستعمار الجديد في صورة واضحة للعالم، وقد كان عبر عن ذلك وزير خارجيتنا بعبارة بسيطة بما تحمله من معان كبيرة بوصفه حينما قال: هي هبة من لا يملك لمن لا يستحق. أختم فأقول: إننا اليوم أمام قضية مسجلة بهيئة الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق غير قابل للتصرف ولن يسقط أبدا بالتقادم طال الزمن أو قصر. وإنني على ثقة تامة ويقين كبير في شباب العالم الحر من أبناء جيلي المتشبعون بقيم الحرية والعدالة أننا سنناضل جميعا جنبا إلى جنب رفقة أحرار العالم بكل استماتة عن الشعب الصحراوي حتى يتمكن من تحقيق قراره المشروع في تقرير المصير بإرادته الحرة والسيدة، وإن غدا لناظره.